مساء الفل يا احلى مشاهدين في الدنيا. النهارده هنعمل تجربه البسكويت ده. البسكويت ده من 3 مكونات بس. عجبني بصراحه لما شفت الفيديو بتاعه، قلت هجربه ونشوف واقول لكم رايي ايه في الاخر. صلوا كده على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. طول ما احنا شغالين نصلي على النبي، تمام؟ ونقول مقاديرنا وما تنسينيش نقول مقاديرنا البسيطه السهله، ونتكلم بقى واحنا شغالين. معانا هنا بديل النوتيلا اللي احنا بنعملها في البيت. مش عارفاها؟ هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ممكن تستخدمي ده وممكن تستخدمي سما نوتيلا، تقليد النوتيلا الاصلي. جميلة وحلوة جدا وطعمها لذيذ. معانا هنا بضاية رشة ملح بس كده. ايه تاني؟ معانا الدقيق، هنفضل نحطه عشان بتختلف من نوع شوكولاتة للتاني حسب الدهن اللي فيها. هنفضل نحط معالق الدقيق كده واحدة واحدة لغاية ما نوصل للقوام اللي حضرتك هتشوفيه معايا. تمام؟ مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. وهنجرب ونشوف هتطلع فعلا طعمها حلو ولا طعمها مش قد كده. حلو الكلام؟ كلام جميل. تنسينيش انت بتشوفي هنا برضو حط لايك وقوليلي عجبتك ولا لا. بالمناسبة لو انت في وصفة عايزاني اجربها، حطيلي شوت سكرين ليها وحطيها في التعليق، وانا ان شاء الله هحاول بامر الله ان انا اعملها لك واقولك تجربتي الشخصية ايه، اذا كانت حلوة او ما تنفعش. ابتدينا هنا عشان يبقى كله الحجم قريب من بعضه. ابتديت جبت معلقه وابتديت اكور كده زي ما انتوا شايفين، ودهنت طبعا ارضيه الصينيه بس تمام. على فكره لو ما كنتش دهنتها برضو ما كانش هيلزق. ابتديت ادهن كده ارضيه الصينيه واكور كده كله يبقى قد بعضه. خلصتهم كلهم وابتديت اعمل فجوه كده في نص البسكوتيه نفسها باي اداه عندك، تمام؟ بس تكوني طبعا معقماها ومنضفاها. بدات كده اعمله زي طبق كده فيه او فتحة فيه كده، واحطه في الفرن على درجة 200 او 180. وخرج اهو بسم الله ما شاء الله وشكلا جميل. ورشيت عليه رشة كاكاو خام كده، وابتديت احط في وسطيه بقى النوتيلا من اللي انا وريتها لك في العلبة. تمام؟ حطيت النوتيلا كده في واحدة واحدة، وهبتدي اخلصه. طبعا انا طالما انا شغالة في الحاجة ما بحبش ادوقها لما اخلصها خالص. هبتدي اخلصها واحدة واحدة كده. قربت اخلص اهو. بس زي ما قلت لكم، لو اي واحد فيكم عايز يشوف تجربة ان شاء الله يكتب لي في التعليق ويقول لي، وانا ان شاء الله هحاول ابسطها له واقول له هي هتعجبني بكام في المية، بنسبة كام في المية. بس انا دقتها مش مكتومة، مفرغة في النص وحلوة. وانتي برضو جربيها وقولي لي هتعجبك ولا لا، او عجبتك بنسبة كام في المية. وبالمناسبة هي حلوة يعني بنسبة 70%، وتمام على قد مكوناتها. بترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه إن شاء الله، ويا رب أشوفكم في أحسن حال وأحسن صحة. وباي باي، وشكرا للمشاهدة لغاية هنا.